كان سقراط متجوز واحدة معروفة بطول لسانها، ما كانش حد بيخلص من لسانها، طول النهار تهزق فيه وتزعق فيه وتشتم فيه وتبهدل فيه. وكان سقراط عنده تلاميذ بيجوا يحضروا عنده الدرس، يعني يقعدوا حواليه وهو يقعد يشرح لهم أو يكلمهم في الفلسفة وحاجات تانية كتير وكده. يعني كانت مراته نقدر نقول عليها إنها ست نكدية، فبقت دايما الست النكدية دي مرات سقراط تقلل من قيمته وتهزقه وتفضحه وكده، ورغم ان كان سقراط يعني اكبر منها بكتير. وكان كمان سقراط مش فاضي لانه هو مهتم بفلسفته ودروسه وتلاميذه وكده. المهم ان الست دي كانت دايما تهزق في سقراط، تهزق في سقراط، تهزق في سقراط. ففي يوم من الايام وهي عماله تزعق له وتتكلم معاه وحش وكده قدام تلاميذه، قامت دلقت عليه ميه يعني من ضمن الاهانه اللي هي بتهينها ليه، قامت راحت جابت ميه وقامت دلقاها عليه. فقام سقراط بكل برود وكده يعني وهدوء وكده قام مسح الميه من على وشه، وقام قال كانت ضروري هتمطر بعد الرعد ده كله، وكمل الدرس. المهم ان مرات سقراط ماتت بالسكتة القلبية في ساعتها، يعني هو من كتر بروده وسكوته موت الست، جلطها من كتر ما هو ما بيردش عليها. وكانوا التلاميذ بتوعه مستغربين ان هو ازاي ما بيردش على الست دي ابدا، يعني سايبها كده تهزق فيه وتبهدل فيه وتعمل فيه كل ده وهو ما بيردش عليها ابدا، لدرجه انها رمت عليه الميه كده مره واحده وما حصلش حاجه، ما ردش عليها. قال كان طبيعي انها تمطر بعد الرعد ده كله، وبس كده خلاص ماتت الست، اتجلطت وماتت من الهدوء. يا ريتنا كلنا نبقى زي سقراط، ما نتأثرش بالحاجات الكتيرة اللي بتجيلنا من بره، الضغوط والتوترات والحاجات اللي بتصدرها لنا الدنيا، ونتقابل معاها بكل برود كده زي سقراط، من غير ما نجلط الناس ونموتها، بس يعني نكون احنا اللي ما نتضايقش.